السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آم، حابة النهاردة موضوع صعب شوية. موضوع تغيير الحال. في ثانية ربنا ممكن يغير من حال لحال. في ثانية نبقى قاعدين مبسوطين ومتهنين ومرتاحين، وفجأة نلاقينا في حتة تانية خالص. آه، الزلازل اللي حصلت، كمية الزلازل اللي حصلت ورا بعض، سواء في تركيا أو في سوريا، اللي هما الاتنين الزلزالين اللي كانت قوتهم كبيرة يعني. طبعا احنا حسينا بيه هنا في مصر، وفي دول تانية حست بيه، انما اكتر الدول المتضررة هي تركيا وسوريا. ربنا يعينهم على كمية الابتلاء الرهيبة اللي هم فيها. آه، اللي عايزة اقوله ان احنا في وقت صعب، وفي وقت يعني يعني في ناس بتقول، انا ما يعني مش هتكلم في الدين يعني طبعا، بس في ناس بتقول ان هو ده اخر الزمان يعني. فاللي هو بيحصل فيه الزلازل كتير وحاجات وكوارث او يعني احنا يعني ربنا يعيننا على الحاجات اللي احنا بنشوفها، ولسه الاجيال اللي جاية كمان لسه هتشوف اكتر من كده، ربنا يعينهم. آه، عايزة اقول ان تغيير الحال مش صعب على ربنا. يعني لما يقول ربنا الحاجة كن فيكون، بتكون. يعني بيبقوا في ناس قاعدين في شقة فارهة وحاجات وديكور فظيع وعفش غير طبيعي، وفجأة كل ده بيتكسر ويقع على بعضه ويلاقي نفسه تحت الأنقاض. بيتأمل يعني أو بيتمنى إن أي حد ياخد بإيده ويطلعه بره يشم بس هوا ربنا. منظر الطفلة السورية يعني مش ناسياها ومش رايحة من بالي. الطفلة السورية اللي كانت حاضنة أخوها وحاطة إيدها على راسه علشان خاطر تحميه. آم، الراجل وهو بيطلعها بيحاول يكلمها في حاجات علشان خاطر يطلعها من المود اللي هي فيه، لغاية ما يعرف حد يجي يطلعها من تحت الأنقاض. آم، مش ناسية الكلمة اللي قالتها له. هي بس عايزة تخرج، هي عايزة تخرج هي واخوها. فاكتر حاجة قالتها له ان هو خرجني يا عمو واشتغل عندك خدامة. كلمة صعبة جدا يعني. كلمة مفيش بني ادم يعني عنده احساس، ربنا خلقه عنده احساس يتحملها. صعب، صعب ان طفلة تقول كده علشان خاطر خرجني يا عمو واشتغل عندك خدام. آم، يعني ربنا يعينهم. كل اللي عايزة اقوله، يعني انا مش عايزة اطول في الفيديو ده، انما انا كل اللي عايزة اقوله ان احنا يعني الحال بيتغير في ثانية. في ثانية ربنا بيغير من حال لحال. الواحد بيبقى فوق في السماء وفجأة بيلاقي نفسه في سبع أرض. ابتلاء، لازم نصبر ولازم نحمد ربنا ونقول الحمد لله رب العالمين. إنما فاحنا في وقت صعب، محتاجين ان احنا ندعي، محتاجين ان احنا نكثف الدعاء، محتاجين ان احنا نقول نستودع ربنا كل حاجة عندنا. اي حاجة بنحبها يعني نستودع ربنا، أنفسنا وأعمالنا وأولادنا وأحفادنا وإخواتنا وصحابنا وجيراننا والناس كلها. يعني نستودع ربنا، ربنا لا تضيع عنده الودائع. فنستودع ربنا حياتنا بكل حاجة فيها. نسأله إن هو يعني يعني نسأل ربنا ان احنا نتقي يعني شر غفلات الزمن، وان هو تحويل الحال من حال لحال، وان احنا نبقى في حال ونرجع نلاقي نفسنا في ثانية، في أقل من ثانية في حال تاني. نسأل ربنا، نستودع ربنا، يعني ربنا لا تضيع عنده الودائع. نستودع ربنا ديننا وأمانتنا وخواتيم عملنا وكل الناس وكل الناس اللي بنحبها وكل الناس اللي نعرفها وكل الناس اللي ما نعرفهاش. ونستودع ربنا أهل سوريا وأهل تركيا، وربنا يعينهم يا رب على اللي هم فيه. و... وربنا يجعلنا عبيد إحسان لعبيد ابتلاء. و... والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني مش عايز أطول أكتر من كده، بس
نكتر ندعي بقى، ندعي لبعض وندعي لنفسنا وندعي لكل الناس اللي نعرفه واللي ما نعرفوش. والحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله رب العالمين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ومتشكرة ليكم جدا على كل اللي اشترك وكل اللي عمل كومنت. ربنا ما يحرمنيش منكم كلكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.